مرحبا بكم في ليل سبور، قناة تهم بنشر كل ما يخص الرياضة بطريقتنا الخاصة. ندعوكم للاشتراك ليصلكم كل جديد، والإعجاب بالمقطع فذلك تحفيز لنا. البداية في هذا المقطع من مباراة نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، بحيث فاز فريق ريال مدريد الإسباني على الهلال السعودي ب5 أهداف ل3. وهنا يجب تهنئة فريق الهلال على لعبه القتالي في المباراة. أما الأهداف فالريالية كانت من توقيع بنزيما ب1 هدف، وثنائية فالفيردي وثنائية فينيسيوس جونيور. أما أهداف الهلال فكانت من توقيع موسى ماريغا ب1 هدف وهدفين للوسيا نوفينو. وفي نفس المباراة توج الفريق نفسه، أي فريق ريال مدريد، بجائزة اللاعب النظيف، وتوج فينيسيوس برجل المباراة، متقدما على فالفيردي وبنزيما. في البطولة نفسها تنافس الأهلي المصري والفلامينغو البرازيلي على المرتبة الثالثة، التي حصل عليها هذا الأخير نتيجة 4 أهداف لصالح الفلامينغو مقابل هدفين للأهلي المصري من توقيع أحمد عبد القادر. كما أن لاعبي الأهلي حصلوا على 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء نتجت عنها ضربتي جزاء سجلهما غابرييل أرسكيتا. أما الفريق البرازيلي فحصل على بطاقتين صفراء نتجت عنها ضربة جزاء لم يوفق فيها علي معلول. مشاهدينا الكرام، كان هذا ملخص مباريات نهائي كأس العالم. إذا أردتم المزيد من التغطيات فما عليكم إلا إخبارنا بها في التعليقات، وستجدوننا إن شاء الله عند